3 نقاط، واليوم ننتظروا اما الترجي او الافريقي هو اللي باش يكون عنده النقاط. هذا الكل طبعا سابق لاوانه، لكن طبعا نعرفوا اللي عاده ما يكون الرباعي اللي يلعب على البلاي اوف فيه الترجي الافريقي والنجم، واكيد باش نضمنوا فريق رابع. كيف ترى اذا المباراه منير، خاصه قيمه الزوز فرق، وقلنا الترتيب كيفاش المركز الاول والثاني 3 نقاط فقط. تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. نعرفوا قيمه المباراه هذه كما حكينا بالنسبه للمواجهات المباشره والاحتساب النقاط بالنسبه لمرحله التتويج. نعرفوا الفريقين هذوما يمروا تقريبا معناها باحسن حالاتهم في مرحله الذهاب. احسن فريقين بالنسبه النادي الافريقي احسن دفاع في مرحله الذهاب، الترجي الرياضي التونسي احسن هجوم. مواجهه باش تكون صعيبه على الفريقين، صعب باش تتكهن نتيجه المباراه هذه تقريبا يلعبوا فيها موجودين في الفريقين الاثنين يعني العديد من لاعبين المنتخب، ونعرف بالنسبه للمنتخب الجاهزين اللاعبين هذوما بالنسبه للاستحقاقات القادمه بالنسبه للمنتخب نتاعنا. مباراه باش تكون صعب التكهن كما حكينا بالنتيجه نتاعها. نتمنى ان نراو مستوى فني اللي يليق بسمعه الفريقين واللي يليق بالعدد الكبير من لاعبين المنتخب. صحيح، مباريات الترجي والافريقي غالبا ما تتلعب في الدقائق اذا كان ما قلناش الثواني الاخيره، نظرا لكل العوامل اللي كنت تقول فيها، خاصه افضل اللاعبين على المستوى الوطني موجودين في الزوز فرق هذه. صحيح احنا موجودين في قصر الرياضه بالمنزل، لكن ما ننساوش وانه في انغولا فما بطوله افريقيا للسيدات اللي بدات نهار 28، فوز اول المنتخب التونسي على المنتخب الغيني 34-22، ثم فوز ثاني على الكونغو 26-25، واليوم في نفس التوقيت بعد دقيقه تقريبا او 2 دقائق تنطلق المباراه الثالثه بين تونس والجزائر. ما ننساوش كذلك قلوبنا الكل مع لاعبات المنتخب في انغولا، لانه تونس هي حامله اللقب. ان شاء الله وجه مشرف رغم برشا صعوبات مستوى باش نحكيو عليها. ان شاء الله نستناو البطوله تنتهي ثم ننقذوا البطوله في انتظار طبعا الاستجوابات مع زميلي محمد علي بوزقارو. اليكم تشكيله فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنادي الافريقي احمد ترشون، مكرم الميساوي، حمزه المهذبي، رمزي مجدوب رقم 7، زبير السايس. محمد علي بوزقارو عندك الخط. شكرا لك لميا. الى جنبي المدرب المساعد في النادي الافريقي ماهر كريم. ماهر، مباراه ديربي، مباراه مهمه برشا اكيد، ومباراه تزيد اهميه كي نعرفوا النقاط اللي باش تمشيو بهم للبلاي اوف انتوما ولا الترجي. والله صحيح، ذولي مهمه برشا الماتش هذا بالنسبه لنا احنا وكمان الترجي. جات ديربي اخر جورني، ان شاء الله نكملوا 11 فيكتوار ماتش اليوم. ان شاء الله نوريو ماتش باهي، ان شاء الله نوريو حقيقه الافريقي والوسط بعد 4 سنين و5 سنين جولات مع بعضهم. ان شاء الله نكونوا على الاستعداد، وان شاء الله اللي يكون مركز اكثر باش ياخذ اقل 2 مينوت لي فوت تكنيك باش يكون هو اللي باش يربح ان شاء الله الماتش هذا. شكرا ليك ماهر. تفضل لميا في انتظار استجوابات اخرى. إذا الإفريقي كما قال مكرم سلامة يطمح للتصدر طليعة الترتيب كما هو الحال عليه الآن، لكن أكيد الترجي عنده نفس الرأي. هذيك هي أحلى حاجة في المنافسة خاصة بين الترجي والإفريقي، ديما غالبا ما يكون دربي العاصمة من أفضل المباريات فنيا، وإن شاء الله احنا نطمح كذلك باش تكون الروح الرياضية هي المنتصرة في هذه المباراة. وأكيد كما التوانسة الكل نستناو عودة الجماهير للمدارج، يعني قصر الرياضة بالمنزل التاريخ يشهد على المقابلات الدربي قداش كان فما جمهور متواجد في قصر الرياضة بالمنزل، لكن مبدئيا موجود فقط كمال العلويني إذا مع محمد علي بوزقارو قبل بداية المباراة. بالفعل لم إلى جنبي كمال العلويني لاعب الترجي. كمال، مباراة ديربي، مباراة مهمة برشا تجيكم بعد انتصار ضد النجم الرياضي الساحلي، ومباراة مهمة كما قلت باعتبار النقاط اللي يهزم معاه الفائز في البلاي اوف. والله بسم الله، ان شاء الله يتعدى ماتش في كلام في الروح الرياضيه. كل واحد محضر البارتي نتاعو كما يلزم. انا قلت لك البارتيات هذوما يتعبوا على بتي ديتاي، ان شاء الله احنا بقدره ربي الانتصار يكون في حليفنا، نفرحوا الجمهور اللي جاي. وانا قلت لك مباراه هذه مش تكون سهله، نعرفوا جوريات نعرفوا بعضنا بالكدا، دونك احنا اللي يتحكم في اعصابه اكثر واللي يعمل اقل فوت تكنيك هو اللي باش ينتصر، وان شاء الله الانتصار يكون من حليفنا ان شاء الله. عايش. شكرا ليك كمال. تفضل لميا. كما قال كمال العلويني تفاصيل صغيره تتلعب عليها المباريات هذه، وخاصه يقول ان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تنتصر. اكيد هي مواجهه كبيره الساعه، اول حاجه كي نشوفوا اثنين حراس في مستوى كبير
حراس المنتخب يعني مكرم المساوي المقاز من الجهه الثانيه بالنسبه للترجي التونسي. نعرفوا اهميه الدفاع بالنسبه للمباريات هذوما، والنادي الافريقي فاز في العشر مباريات هذه تقريب من احسن دفاع قابل تقريب 22 هدف في كل مباراه برك. فرض الاسلوب نتاعو. نتصور ان اليوم الفريق اللي مش يفرض الاسلوب نتاعو ولا مشي كما يقولوا اقل اخطاء فنيه خاصه على المستوى الفردي، ويعرف يسير المباراه على مستوى الوقت والنتيجه، ويتحكم في المومون كريتيك معناها بالنسبه للمباراه. وبالنسبه للمدربين هنا التصرف في الرصيد البشري زاد. تعرف اليوم القوه نتاع الفرق هذه اللي تنافس على البطولات راهي مش لي جوار اللي يلعبوا روترون، مي لي جوار اللي تلقاهم على دكه البدلاء اللي يعطيو حلول يعني بالنسبه للفرق نتاعهم، خاصه كي ما يلقاوش يعني حلول خاصه بالنسبه للهجوم. مباراه متكافئه على جميع معناها الواجهات. كما قلنا ان شاء الله المستوى الفني يرتقي لمستوى كبير. وشفنا بصراحه يعني راي فني بالنسبه لمرحله الذهاب. العديد من المباريات كان فيها رهان، كان فيها يعني كما نقولوا شد عصبي، كان فيها يعني انا نفركسوا في النتيجه والانتصار، لكن ما ارتقتش مستوى فني ممتاز. ان شاء الله المباراه هذه اللي فيها العديد من لاعبين المنتخب تورينا مستوى مميز فعلا. اذا هذا ما نطمح له الكل. ان شاء الله مباراه قلت يكون مستواها فنيا مستوى طيب ان شاء الله. كذلك كل الفرق الكبيره صحيح هي اللي المدرب نتاعها يكون مرتاح، عنده في كل مركز عنده اكثر من لاعب باش يلعب بكل راحه، يبدل اللاعبين بكل راحه، خاصه الشوط الثاني 15 دقيقه الاخرانيه اللي هي 15 اللياقه البدنيه. فاكيد الفريق اللي باش يكون جاهز بدنيا وذهنيا، خاصه اللي مش باش يضيع في بدايه المباراه. وانطلاق اذا المباراه باول هجوم لفريق النادي الافريقي. اذا نذكروا مباراه تدخل في اطار الجوله 11 للبطوله الوطنيه، ونتابعوا الهجمه هذه. رفيق بيشة، محمد السوسي، هذه تشكيله النادي الافريقي. امين بنور، عبد الحق بن صالح، تقاطع اذا امين بنور، عبد الحق بن صالح في محاوله ربما للتمرير يربح 9 امتار. دفاع صلب طبعا، دفاع الترجي الرياضي التونسي كان قدم مباراة ممتازة الأسبوع الفارط في سوسة، كان فاز على النجم الرياضي الساحلي، كان لعب باستماتة خاصة في الدفاع، غير في الدفاع، لعب دفاع المنطقة، لعب الدفاع المتقدم. شوفوا اليوم كيفاش الدفاع أمامنا يوسف بن علي أهم ركائز دفاع الترجي الرياضي التونسي لجانب أسامة الجزيري. شوفوا كيفاش كل لاعب سيموني راه الحذر منذ البدايه. شوفوا كل لاعب مع على الاقل زوج لاعبين. الترجي الرياضي التونسي دفاع 6-0. اختيارات بالنسبه لي هو حماد والجزيري بالنسبه للاك سنترال، وشفناهم في النجم الساحلي كي لعبوا مع بعضهم، كان تكون معناها نقطه قوه كبيره بالنسبه للترجيات في اللاك سنترال. لهنا نشوفوا اللي النادي الافريقي يلعب بريتم، يعني ريتم مش ممتاز ينجح من رفيق بيشة اذا في تصويب من مركز الدائره. كان ارتبك عبد الحق بن صالح، لكن في النهايه ياخذ كورته رفيق بيشة وينجح اذا في تسجيل الهدف الاول، هدف ل0. كمال العلويني مقطوع الكره لكن يربح 9 امتار. نفس الشيء بالنسبه للنادي الافريقي، اختيار اسلوب دفاعي 6-0. حاج يوسف وسوسي في الاكس سنترال. نعرف الفريق هذايا كما قلنا بالنسبه للنادي الافريقي ظهر قوه كبيره بالنسبه للدفاع في المباريات الذهاب. الترجي الرياضي قوه كبيره بالنسبه للهجوم نتاعهم، سجل تقريبا معدل 31 هدف في كل مباراه. شوفوا هنا التقاطعات، مصممين فريق الترجي باش يخترق دفاع النجم النادي الافريقي من الوسط. نتصور انا ديما الحلول راهي من الاجنحه بالنسبه للدفاعات هذه. ما زالت الهجمه للترجي، كمال العلويني محاولة التصويب ويتصدى مكرم المساوي. طبعا حارس ممتاز، الحارس الدولي مكرم المساوي، كان وجه لوجه مع امامنا، حب يباغت على الثبات اون ابوي كمال العلويني، لكن يتصدى له مكرم المساوي. تبقى النتيجة على حال هدف ل0، أسبقية للنادي الافريقي امام الترجي الرياضي التونسي.
بنور. عبد الحق بن صالح السوسي في محاولة ضايعة الكرة على مارتين، ياخذها الرفيق بيشا لكن ضايعة، يطلع هجوم المعاكس، فماش هجوم معاكس سريع. شوفوا ضايعة الكرة، سوء تفاهم كين مجايز وأيمن حماد ضيع الكرة بالبعيدة من بنور وينجح في المباغتة من بنور. هدفين لصفر. شوفوا هذا قانون اللعبة، وقت اللي تضيع ما تسجلش تقبل أهداف. حتى فني رجع عليك الكرة بالنسبة للنادي الافريقي في المستوى هذا. بنور جاي يجري بسرعة، هدف ممتاز. هجمة كانت سريعة بزوز لاعبين وأمين بنور يسجل إذن الهدف الثاني. هجمة جديدة للترجي. علويني أيمن حماد، عملية تقاطع، يوسف بن علي يطلب الكرة ومكرم الميساوي يتصدى مكرم الميساوي لكرة أسامة الجزيري. أكيد قيمة ثابتة للحراس في المباريات الكبيرة إلى جانب تغلب دفاع النادي الافريقي على هجوم الترجي الرياضي التونسي تقريبا 5 دقائق ما لقاش حلول بالنسبة لهجوم منظم. شفنا قوة متاعه بالنسبة لمباراة النجم الساحلي وتصعيد الكرة واللعب الأجنحة والاختراقات من وسط والتقاطعات السريعة. نشوفوا لهنا ما فماش تبادل مراكز بالنسبة لهجوم الترجي الرياضي التونسي، ما فماش حلول. نشوفوا نفس الشيء بالنسبة للنادي الافريقي. تسرع من امين بنور، ضايع الكرة لكن ترجع من جديد ايمن حماد، ربما المباغتة. العلويني الجزيري يدخل بين زوز لاعبين لكن دخول بقوة الحكم كان قريب. ولقطة ايضا اللقطة امامنا فعلا يتسكر الدفاع قبل ما يدخل الجزيري ودخول بقوة. 5 دقائق كاملة دون تهديف من الترجي الرياضي التونسي. صعب عليه ايجاد الحلول في ال5 دقائق هذه امام دفاع الترجي الرياضي التونسي، دفاع الافريقي عفوا. رمزي مجدوب، عبد الحق بن صالح، سوسي، رمزي مجدوب يدخل كلاعب دايره ثاني. محاوله المباغته من سوسي كما جات وضايع الكره. تسرع من هنا وهناك من الترجي من الافريقي، لكن على كل مازال ايمن حماد دخول بقوه، يفقد توازنه قبل ثم يدخل في اللاعب. مقطوعه مره اخرى، هجمه سريعه يطلع عبد الحق بن صالح. الهجمه المركزه طبعا بعد العوده الدفاعيه، خروج خالد حاج يوسف، دخول بنور. شوفوا النادي الافريقي يقوم بتغيير بالنسبه للهجوم والدفاع بين حاج يوسف وبن صالح. الترجي الرياضي التونسي لازم يسرع الكره، لازم الدفاع بتاعه يكون قوي ويخرج الكره باش ما يخليش النادي الافريقي يغير، يستغل معناها التغيير هذا. عمليه تقاطع من البعيد السوسي والبرة جانبية الكرة. هجوم سريع للترجي الرياضي التونسي. كمال العلويني لا يختار الهجوم المركز. كمال العلويني 6 دقائق 21 ثانية دون تسجيل للترجي. ومحاولة جديدة كمال العلويني. يوسف بن علي يخرج للمساندة. الجزيري يبحث عن المساندة، يسقط ويربح 9 أمتار الجزيري. يعني هنا دفاع النادي الافريقي يغير في 2 لاعبين، بالنسبه لبنور بن صالح للهجوم وبالنسبه للدفاع حسني وحاج يوسف. عبد الحق بن صالح هذا ناجح اذا اول هدف للترجي، اول هدف اذا الترجي الرياضي التونسي. شوفوا الاعاده وبقى جديدة إذا ينجح في أول هدف. وكما قلت يعني للدفاع هذا الحلول غالبا ما تكون من الأجنحة وكما صار بالضبط. إذا أول هدف من الجناح، تعويل على كل المراكز، ما ريناش كرات سريعة دورة من مختلف أو من الجناح للجناح بالأحرى ديكالاج. هدفين لهدف، مستوى متقارب الحقيقة. تغيير مراكز سريع، ضايعة فما سوء تفاهم بين زوز لاعبين. الجزيري شفيق بقعة جديدة يختار يريض اللعب. كمال العلويني
يعني لما بن صالح ما يغيرش بالنسبه للدفاع يبقى دفاعي يتغير من 6-0 يولي 5-1. أيمن حماد، ما زالت الكرة لأيمن حماد، و7 أمتار يبدو الدخول في المنطقة احتسب الحكم. فعلا 7 أمتار شفيق بوقديدة في تنفيذها، وأمامنا الإعادة، فما دخول في المنطقة واضحة. ويوسف بن علي، وينجح إذن في تعديل النتيجة. 8 دقائق و40 ثانية، هدفين إذن بين الترجي والإفريقي، وأمامنا الإعادة من يوسف بن علي ينجح في تعديل النتيجة. مباراة دفاعية بامتياز بين الترجي والإفريقي. أما العديد من الأخطاء الفنية في 9 دقائق هذوما سواء من الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. نعرفوا قيمة رهان المباراة هذه، شد عصبي بالنسبة للاعبين، ما يدخلوش كما يلزم في المباراة، ثم حذر من الأول. أكيد هذا يوفر مزير المباراة، يعني تاخذ في الوقت نتاعها، نتصور أنا يتحسن مستواه. هذا هدف ممتاز من أسامة حسني. شوفوا يجي وراء الدفاع، يدخل كلاعب دايرة. شوفوا أمامنا ممتازة الهجمة، والإجابة تجي سريعة مرة أخرى. يرفع الكرة بالحارسة، أمامنا جلوز يرفع الكرة بمكرم الميساوي، و3-3 دائما التعادل. زوز لقطات فنية من حسني وجلوز، قلنا أفضل لاعبي المنتخب موجودين في الزوز فرق هذه. تابعوا الهجمة هذه، قاعد يتحسن الأداء الهجومي في الزوز فرق، بحث أكثر على الثغرة. شوفوا التغيير المراكز، شوفوا الدفاع المتقدم صلب دفاع الترجي مع الضغط خاصة على حامل الكرة. شوفوا كل لاعب يخرج بالكرة يتوقف تقريبا خارج 9 أمتار. أسامة حسني محاولة المراوغة، حب يباغت ويربح 9 أمتار. أسامة حسني محمد السوسي. شوفوا زوز لاعبين على محمد السوسي، تكمل الكرة وينجح لاعب على الدائرة ولا شحال على الأجنحة. فما ذكاء في التمرير، خروج اللاعبين. 4-3 مازال أيمن حماد في المحاولة. جلوز أيمن حماد، ربما المباغتة فعلا وعلى الثبات اون ابوي. أيمن حماد يباغت مكرم الميساوي، وأمامنا الإعادة. مباغتة الكرة قوية جميلة من أيمن حماد، ما زالت الكرة اندفاع من زوز. يبدو لي فما ورقة صفراء نشوفوا اما يوسف بن علي. يبدو لاحظوا الدفاع بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. لو نشوفوا السواعد نتاع النادي الافريقي بن نور وسوسي، نشوفوا قدام سوسي يوسف بن علي ومن احسن اللاعبين بالنسبه للدفاع، والجهه العكسيه بالنسبه على بن نور نلقاو شفيق بوقديدة، زوز مدافعين في مستوى نشوفوا هنا معناها الرسم التكتيكي بالنسبه لي هو بالاسلوب الدفاع. يعني قراءه القوه نتاع النادي الافريقي في السواعد نتاعو في الخط الخلفي نتاعو. شوفوا لهنا ديما فما ضغط على السواعد. شوفوا أسامة حسني يدخل كلاعب دائرة ثاني لإرجاع ربما الدفاع للخلف. طارق جلوز اللقطة الأخيرة اللي كانت خذا ورقة صفراء، ارتباك من العلويني، خلي الكرة لبرا، يطلع الهجمة. خالد حاج يوسف، ما زالت الكرة رفيق باشا، خرج الكرة لأنه طبعا فما تغيير دفاعا وهجوما. دخول بنور طبعا. من بنور سوسي، مكرم سليمة ياخذوا مكانه في مركز الدائرة. عبد الحق بن صالح المباغتة،
ما زالت الكرة لكن الحكم لا يقول ترجع في هجمة للترجي بعد التصدي من مروان النادي مكايس. الافريقي لو يحب يلقى حلول بالنسبه للهجوم المنظم لازم باش يلعب على باشا من الجهه اليسرى بالنسبه للجناح الايسر، بالنسبه للحسني من الجهه اليمنى وسلامه، يعني الخط السواعد نشوفوا الدفاع نتاع الترجي التونسي يلعب عالي، دونك لازم التقاطعات تكون خارجيه ونحاولوا باش نلعبوا على الاجنحه والدائره. استماتة من دفاع الترجي أو دفاع الإفريقي. وائل المزوغي مع الويني، عملية تقاطع. شوفوا كيفاش زوز لاعبي دايرة لكن كما جيت فما تسرع من الجزيري، تسرع كبير بصراحة من الفريقين. أمين بنور كما جيت الكرة هذه حكم يقول 7 أمتار. أمين بنور حبيب باغت عملية فردية من بنور، ربما كان جريت الكرة أكثر. على كل جزيري ممتازة. إذا شفيق بقديدة يتمكن من تسجيل الهدف الأسبقية لأول مرة، أسبقية للترجي، هدف. شوفوا اختي لي كرة كملت تسلسل من الجناح بكل سهولة تتمكن من التسجيل بسرعة. فتاكل الانترفال الصحاح اكيد تحاول تلعب على اليزيني تلقى للحلول. سهل ممتنع يلعب تحس ذهنيا ما تخلش كما يلزم في المباراة، خاصة المستوى الهجوم. الدفاع نتاعو قايم بالواجب نتاعو، بالنسبة للهجوم مازال ما تخلش. اللاعبين نقولوا احنا الجوار كليف في النادي الافريقي كما بنور كما سوسي كما نصارح مازال ما دخلوش في المباراة. صحيح. شوفوا اندفاع قوي من دفاع الترجي. قلنا مباراة دفاعية بامتياز. صعب تتكان بنتيجة مباراة مماثلة، لكن كما قالت سيمونير مازلنا ما شفناش اللاعبين شوف المدرب الترجي ابرز اللاعبين في هذه المباراه. قام تغيير 2 لاعبين، قام بدا من تو يقصد في المجهود في 4 استطاع اللاعب قصد المجهود، عنده لاعبين تقريبا في نفس المستوى على البنك كما يلعبوا يعني في الملعب. النادي الافريقي قاعد يعوض في 2 لاعبين بالنسبه للدفاع، بين الدفاع والهجوم يستعمل تقريبا تو في 8 لاعبين. أسامة حسني، أمين بنور يبحث عن المساندة، محمد السوسي حاول المباغتة ويتصدى. برافو مروان مكايس ممتاز، طلع هجوم معاكس. العلويني أيمن حماد وجه لوجه، حاول يقلب الكرة لطارق جلوز لكن يتفطن سلامة، ترجع الكرة من التماس. أيمن حماد، العلويني، محمودي، دخول المحمودي مكان الجزيري. المحمودي نعرفوه كما قلنا رجع من إصابة، أول مباراة تقريبا لعبها ضد بالخيار، وهذه المباراة الثانية. 9 أمتار يربح. أيمن حماد، المحمودي، كمال العلويني، عملية تقاطع. أيمن حماد ينجح إذن أيمن حماد في ترفيع الفارق 6-4.
شوفوا عملية التقاطع من بعيد، جاي يسدد دفاع بسيط، قعد على الدفاع، المفروض يخرج له فعلا، مش خروج على اللاعب اللي يسدد. انجاجي واضح جاي للتسويق من محمد. عملية طيبة من هجوم الترجي. مدرب النادي الافريقي هبط معرف، ممكن يعلاوش في حلول اخرى بالنسبه للهجوم مكان السوسي. متصور انا مشكله مش في السواعد قد من المشكله في اسلوب اللعب، في الاختيارات بالنسبه للاعب. يعني قاعدين يسموا اللاعبين النادي الافريقي باش يخترقوا الدفاع الترجي من الوسط، لو عندهم حلول بالنسبه على الاجنحه خاصه من جهه باشا. جيلاني معرف اذا وجه لوجه، سهله كانت الكره على مروان مجاز، هجوم معاكس سريع. ايمن حماد، انيس المحمودي، حماد، اسامه حسني، شفيق بوقديده، اسامه حسني. فما استدامه تنشوفوا ربما راي الحكم. فما اندفاع كان من اسامه حسني هاي اللقطه. سبعة أمتار ويوسف بن علي في التنفيذ. يوسف بن علي إذن وجه لوجه مع مكرم الميساوي وينجح 7 مقابل 4. نسبة نجاح. فترة فراغ كبيرة، تقريبا 7 دقائق ما سجلش هدف. تصور مشكل، فما مشكل ذهني في اللاعبين. وقت مستقطع سي منير او سمعك المدرب دني. الترجي التونسي حسن النادي الافريقي ما دخلش في المباراة، وحسن النادي الافريقي النجم انا ناخذ عليه سكور، وهذاك اللي صار يعني الفارق 3 أهداف. وقت مستقطع اكيد في وقته للمدرب ونهاية الدقيقة إذن وقت مستقطع اللي كان طلبها المدرب النادي الإفريقي. 7 دقائق و30 ثانية تقريبا دون تهديف. خاصة المستوى الهجومي يعطي صعوبة كبيرة للمدرب باش يلقى حلول. نعرفوا كان لو لاعب ولا 2 ما دخلش في المباراة ممكن نغيروه، أما لو الفريق كامل مش قاعد يعطي في المردود. مش هذا وجه النادي الإفريقي اللي شفناه في ال10 مباريات الأخيرة. هجمة جديدة إذا للإفريقي بعد هذا الوقت المستقطع. أسامة حسني، أمين بنور، بقديدة، جيلاني معرف، عبد الحق بن صالح، عفوا عبد الحق بن صالح. عملية تقاطع ما توصلش الكرة، مكرم سلامة مقطوعة الكرة هذه. لشكون الإنذار؟ الجزيري. فما عملية دفع فعلا، والجزيري إذن ياخو ورقة صفراء وترجع هجمة للإفريقي. عملية تقاطع، أمين بنور طويلة على بنور مرة أخرى، توصل للرفيق باشا لكن مقطوعة الكرة. أنيس المحمودي، أنيس المحمودي، أسامة البوغانمي، ينجح أسامة البوغانمي. مازال كيدخل البوغانمي في تسجيل إذن الهدف من 8 أهداف مقابل 4. فترة فراغ كبيرة يمر بها النادي الإفريقي، واو جي التسجيل، جي التسجيل. هذه الحلول اللي حكينا عليها، لازم فما تقاطعات، لازم فما تبادل مراكز، لازم دخول دايرتين ونلقاو حلول ديما جانبي على الاكسترير وعلى ليزيني. 8-5 يتقلص الفارق. دائما الأسبقية للترجي اللي لقى أكثر نجاعة في الدفاع.
أنيس المحمودي في محاولة معه أسامة حسني. العلويني كان مع أسامة حسني. ما ننساوش أسامة حسني تقريبا 14 يوم كان عنده إصابة على مستوى اليد، ورجع تقريبا عنده 4-5 أيام، قاعد يعمل مجهود كبير بالنسبة للدفاع ويلعب، قاعد يتحمل على نفسه باش يلعب يعني المباراة هذه، وهذا شيء ممتاز للاعب دولي. مكرم سلامة أمامنا ياخذ ورقة صفراء. الترجي الرياضي التونسي قاعد يطول في الهجوم نتاعو، قاعد كما يقولوا يلعب على المستوى النفسي الذهني بالنسبه للاعبين الدفاع النادي الافريقي، وقاعد يلقى في حلول. أنيس المحمودي العلويني البغال ينجح أسامة البغانمي ثاني هدف على التوالي من الجناح، والتمريرة كانت حاسمة باس ديسيزيف من العلويني، والبغانمي ما يضيع. شوف أمامنا يفتح الزاوية وبكل حرفية يسجل إذن الهدف أول خروج دقيقتين في المباراة السادس يبدو لي، لأنه 9-6 فعلا. المحمودي أول خروج دقيقتين. النادي الافريقي لو يحب يرجع لازم يسجل، يستغل النقص العددي بالنسبة للترجي. المحمودي دقيقتين. أسامة حسني يفتح الزاوية وينجح إذن يعني من الحلول اللي قلنا للدفاع المتقدم. لعب على الأجنحة 100% نسبة نجاح، زوز تصويبات زوز أهداف لهذا اللاعب أسامة حسني. الترجي مازال طبعا منقوص من لاعب. فرصة للإفريقي لتذليل الفارق. خروج الجزيري يسترجع العلويني مكانه. علويني كما جيت فما تسرع، خاصة نقص عددي حب يباغت ربما. على كل تبقى نتيجة على حالة 9 أهداف مقابل 5 دائما الأسبقية للترجي. ممتازة تصدي من سليم أو مروان مجايز. شوفوا وقت اللي يبدأ النقص العددي ويتصدى الحارس أكيد يرفع معنويات الهجوم في الهجمة الموالية. ممتازة كانت من مروان مجايز. 9-6. كمال العلويني، أيمن حماد، أسامة البغانمي. ضايعة كورتي من حماد. هجوم سريع للإفريقي كمان في أمام نقص عددي للترجي. أمين بنور ضايع الكرة. هجمة المرة هذه حمدي عيسى، طارق جلوز فوق المرمى. شوفوا كيفاش أكيد قاعدين نتفاعلوا مع الإفريقي ومع الترجي، كل كرة حلوة نتفاعلوا معها في التعليق. ضايع الكرة الحكم يقول المكرم سلامة ضد الكرة هذه. ما شفناش اللقطة، لكن اللي شفناه أنه حسب إشارة الحكم هجمة للترجي. كثرة الأخطاء الفنية الفردية من لاعبين الترجي والنادي الافريقي، هذا ما لازمش يصير في المستوى هذا بصراحة. طارق جلوز، أنيس المحمودي، كمال العلويني توصل البغانمي من الجناح، تخرج الكرة. حوار بين بنور والبغانمي. فما مسك من القميص، لكن الحكم ينبه على كل فماش عقوبة، لكن كانت عملية المسك واضحة. بغانمي، أنيس المحمودي ربما المباغتة، توصل الكرة ليوسف بن علي، يربح 9 أمتار، يخرج الكرة. الحكم يقول تتلعب من مكانها. طبعا لازم يوخروا اللاعبين 3 الأمتار القانونية.
أيمن حماد، أنيس المحمودي ورائية أيمن حماد فوق الدفاع، لكن يربح 9 أمتار. كانت سهلة الكرة لمكرم المساوي. أمامنا أيمن حماد فوق الدفاع، لاعب سلبي. صعوبة قاعد يلقى في ويسجل. إصرار كبير من أيمن حماد رغم الدفاع يسجل. وسريعة الكرة اللي كان فيها من سانتر رابيد ولقاو حلول بالنسبة للنادي الإفريقي، ما صارش هدف بالنسبة للمباراة. بدا يحس مباشرة بعد الكرة بعد الهجمة خالد حاج يوسف بسرعة يرجع يتلعب مطلوب أكثر سرعة أكيد. غير دفاع النادي الإفريقي ولا 5-1 مع الخروج على العلويني، على كمال العلويني، لأنه الكرات الحاسمة اللي شفناها ودور للعلويني كمنسق أكيد. أيمن حماد جلوز، أيمن حماد ربما التصويب ورايا لنيس المحمودي تكمل على طارق جلوز وجانبية كانت الزاوية مغلقة نوعا ما. طارق جلوز يطلب 9 أمتار لكن الحكم كان قريب يقول تطلع الكرة. هجمة جديدة للإفريقي، أمين بنور طويلة الجيلاني معرف، مازالت الكرة وينجح مكرم السلامة في رفع رفيق باشا عفوا رفع الكرة بالحارس ومراوغة للحارس مروان مقيس ورفيق باشا يرفع الكرة مباغتة كانت يفتح الزاوية وذكي في فتح الزاوية والتمريرة الحاسمة في الحقيقة. تبقى النتيجة إذا أما برشا تقطع نتاع لاعب بكل صراحة. لو اللاعبين النادي الإفريقي ولا ترجي مش تلاقوا بالحكام راي المباراة كما يقولوا ما عادش يكونوا مش يركزوا في اللاعب، مش يركزوا في حاجة ثانية. بكل صراحة المستوى لحد الآن يعني ما ارتقاش المستوى كبير، فما برشا تسرع من الفريقين. صحيح الترجي الرياضي ماسك بزمام الأمور توا معناها لغاية 25 دقيقة لعب، ولكن نحسوا 87 دقائق فما برشا دعوة بالحكام واعتراضات على قرارات الحكام. نقص عددي مرة أخرى للترجي. أيمن حماد تضيع الكرة. هجمة سريعة للإفريقي طبعا لتذليل الفارق أو للتعديل استغلال النقص العددي للترجي. أمين بنور ينجح أمين بنور في تذليل الفارق. تصبح إلا 1 النتيجة إذن 10-9. عرف النادي الإفريقي اللي هو بالنسبة لهجوم منظم مش قاعد يلقى في حلول كبيرة ويسجل في أهداف. دونك الطريقة نتاعو لازم باش يسجل لازم يلعب دفاع قوي وخرج ساعد الكرة ويلعب شيء اون ترانزيسيون ومن غير ما معناها يوقف الهجمة ويلعبها منظمة ولقى حلول يعني زود أهداف على بعضهم. بالنسبة تايم اوت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في وقته. أكيد تغيير الدفاع لازم تغير أسلوب اللعب نتاعك بالنسبة للهجوم. الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب بنفس الأسلوب هذاك علاش يعني ما لقاش حلول في ال3 دقائق الأخيرة تقريبا ورجع عليه النادي الإفريقي يعني فارق هدف. إصابة. شوفوا أمين بنور الإصابة حسب اللقطة الأخيرة طبعا إن شاء الله يكون لاباس لاعب الدولي أمين بنور. نهاية دقيقة وقت مستقطع للترجي بعد تذليل الفارق من الإفريقي اللي يرجع من بعيد بعد 5 نقاط 5 أهداف فارق يرجع إلى إلا 1. أمامكم النتيجة 10-9. دائما الأسبقية للترجي. أنيس المحمودي أيمن حماد يوسف بن علي كيفاش دائما المحاصرة على كمال العلويني منسق الفريق. أيمن حماد ورائية لأنيس المحمودي أنا محمودي حماد على الثبات وتحت الدفاع كل ما فريق الترجي ما يلقاش حلول بالنسبة للهجوم المنظم. الحماد يلقى يعطي حلول 2 أهداف ثمينة يعني في أوقات ميتة بالنسبة لهجوم الترجي. لقطة جميلة من أيمن حماد
مباغتة كانت للحارس وللدفاع في الحقيقة. 11-9 أسبقية زوز أهداف للترجي. معرف أسامة حسني فوق الدفاع وينجح في تسجيل الهدف العاشر. أسامة حسني من خارج التسعة أمتار، شوفوا فوق الدفاع وهدف جميل. مرة أخرى إذا رفيق بيش عليه قول محمد العلويني، لاعب ممتاز جناح. لاحظوا دفاع النادي الافريقي رجع 6-0 بعد يعني مختار باش ياخذ كمان العلويني، والاول رجعوا 6-0. العلويني في محاولة من حماد مشكلة كبيرة في دفاع بن علي. ممتازة في سنترال فما مشكلة ممتازة. تمريرة حاسمة كانت للاعب الدائرة بن علي. شوفوا مع خروج ممتازة. مراوغة كانت جميلة. إيهام بالتصويب من عيان حماد ومباشرة للاعب الدائرة يوسف بن علي ويتمكن من تسجيل الهدف. 12-10 تسابق وتلاحق بين الافريقي والترجي. في كل مرة الافريقي يحاول التذليل يعود الترجي. واضح وانه مباراة باش تلعب في الثواني الأخيرة. برشا أخطاء رغم جبلية اللعب من زوز فرق. مجدوب أسامة حسني ربما فعلا اللي ما توصلش الكرة مقطوعة. انيس المحمودي طويلة لمحمد علي بحار. العلويني يبحث عن المساندة من حماد بحار ويسجل استغلال تفوق عددي بين 6-5. تسلسل ممتاز وعمل ممتاز من كمال العلويني. جاب 2 لاعبين له حل لي زانترفال بالنسبه لحماد باش يكون تسلسل ممتاز وهدف ممتاز من حمد علي بحق. تذليل الفارق مره اخرى اذا وتشجيع من جماهير الترجي الفريق اللي يستقبل في هذه الجوله. أسامة حسني عفوا عبد الحق بن صالح مجدوب. أسامة حسني سوسي ضايع الكرة تتلعب بسرعة من محمد علي بحار. المحمودي العلويني بن علي موجود في مركز الدائرة تكمل على محمد علي بحار لكن المرة هذه مكرم سلامة مكرم الميساوي يتصدى مكرم الميساوي. كانت هجمة خطيرة على دفاع الإفريقي. مكرم الميساوي عبد الحق بن صالح يصاب في اللقطة هذه يخرج في الهجوم. يدخل خالد الحاج يوسف ان شاء الله يقوم لاباس اكيد. عبد الحق بن صالح 30 ثانية على نهاية الفترة الأولى. 13-10 أسبقية للترجي أمام الإفريقي في هجمته الأخيرة. محمد السوسي أسامة حسني ضايع الكرة. 10 ثواني على نهاية الفترة الأولى. العلويني يبحث عن المساندة يكمل بمفرده. نهاية الفترة الأولى على نتيجة 13-10 لصالح الترجي الرياضي التونسي. أكيد شفنا أخطاء عديدة في الفترة هذه العديد من الأخطاء الفنية خاصة الفردية. نشوفوا اليوم الشوط الأول كيفاش بدا النادي الإفريقي دخل في المباراة كما يلزم 2-0 حد الدقيقة الخامسة. الترجي الرياضي ما لقاش حلول في الخمسة دقائق الأولى. بعدين رجع الترجي تقريبا 4-4 ثم خذا الفارق. هنا تسرع كبير كان بالنسبة للنادي الافريقي. مر فترة فراغ تقريبا 6 دقائق 7 دقائق ما سجلش اهداف. امامنا المخالفة الأخيرة طبعا تتلعب بدون تمريرة لأنه نهاية التوقيت. أسامة البوغانمي طبعا تبقى النتيجة على حالة 13-10 ونهاية فعلية فعلا للشوط الأول 13-10. كما قلنا النادي الافريقي مر بفترة فراغ من سكور 4-4. الترجي الرياضي التونسي استغل هذا خاصة بالهجومات المعاكسة. صعد الفارق ل 7-4 ثم بعتالي ولات السكور 9-6. بعتالي رجع النادي الافريقي للهدف 10-9. لهنا النادي الافريقي فقد تركيز. خرج 2 دقيقتين
استغل الترجي الرياضي التونسي وساعد الفرق، خذا الفرق نتاع 3 أهداف. المستوى نتاع الشوط الاول ما ارتقاش، مستوى فني كبير برشا. حسابات تحس على المستوى الذهني النادي الافريقي اليوم ما عداش مباراه كبيره، تحس اللاعبين نتاعهم صراحه فما حاجه ذهنيه ما فهمتهاش شنية. الترجي الرياضي التونسي ماسك بزمام الامور، المدرب نتاعو قاعد يغير في لاعبين وقصد في مجهود بالنسبه للاعبين نتاعهم ويلوج في الفريسير الفيزيك سيرتو بالنسبه للشوط الثاني. النادي الافريقي كل ما يلعب الدفاع نتاعو ساعسين ويخرج الكره ويصعد الكره بسرعه ويلعب الاجنحه ويلوج على اللاعب الدائره، خاطر بكل صراحه السواعد نتاعو مش يلقاو في حلول. بنور اليوم مسجل كان هدفين، والهدفين هذوما كانوا يعني تنقل من دفاع للهجوم بسرعه وسدد، اما على هجوم منظم ما سجل. نتمناو الشوط الثاني يتحسن المستوى ونراو مستوى ارفع ان شاء الله. ان شاء الله. اذا لنا عوده مع بدايه الشوط الثاني، الى اللقاء.
في فنجان قهوة جديد. الإبداع هو أن تحلم بواقع أكثر جمالا. أنا لم أدرس السينما، ما كنتش بحلم أبقى مخرج، كنت بحلم أقل حاجة أبقى رئيس جمهورية يعني. 2007 2008 أنت تتخيل إن الجيش هينزل الشارع؟ إن الأقسام هتتحاصر؟ إن هيحصل انفلات أمني؟ نو واي نو واي. ما احنا جربنا نفاق كتير. أنا طول عمري على يسار السلطة، ما زلت مؤمن بالثورات. شرف ليا لو أنا نسب إلي أي دور ولو صغير في إسقاط دولة الإخوان. وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي ووجوه كل المخبرين، وأقول أن عفافنا عهر وتقوانا قذارة، وأن نضالنا كذب، وأن لا فرق ما بين السياسة والدعاء. يوم الأحد اللي جاي أنا موجود مع إنصاف في قهوة عربي. يا ريت لو عندكم وقت تشوفوني. خالد يوسف المخرج المصري.
بوكس يخدم. أنا نفرح برشا على خاطر بابا هو اللي يسوق الكاميون الأحمر الكبير متاع كوكا كولا. بابا وين يمشي يدخل فرحة لقلوب الناس، والشركة اللي يخدم فيها بابا تعطي قيمة كبيرة باش تحافظ على الماء، خاطرها تعاون في توفيره للي ما عندوش منين يترويه. وموش هكا هو، عاونت برشا شبان باش يطوروا موهبتهم في الكورة ويحققوا أحلامهم، ورافقوا برشا طلاب باش يزيدوا يطوروا معرفتهم ويحسنوا تكوينهم في أمريكا. أنا ياسر فخور ببابا، هو والناس اللي تخدم معاه على خاطره باهي ويعاون العباد. مشاهدينا الكرام، عودة إذن للشوط الثاني من مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيف النادي الإفريقي نادي قصر الرياضة بالمنزه. مباراة إذن انتهت في الشوط الأول على نتيجة 13 مقابل 10، أسبقية 3 أهداف للترجي الرياضي التونسي. كالعادة معايا في التحليل الفني لهذه المباراة سيد منير حسن. سي منير، أكيد وجه مغاير باش يعرفوا زوز فرق، خاصة بعد حجرات الملابس، ربما التوصيات الأخيرة لزوز مدربين لتلافي الأخطاء. أكيد الشوط الأول كان يصالح الترجي 13-10. الشوط الثاني احنا نقولوا الشوط الأول ديما كما نقولوا شوط لاعبين، والشوط الثاني وشوط مدربين. نتصور أنا بالنسبة للنادي الإفريقي على مستوى عنده مشكلة على مستوى الهجوم، سجل 10 أهداف برك، مر تقريبا مرتين ولا 3 مرات فترة فراغ بالنسبة للشوط، ما لقاش حلول خاصة بالنسبة للهجوم المنظم. الترجي الرياضي التونسي استغل الأخطاء، خاصة الأخطاء الفنية الفردية بالنسبة للاعبين الإفريقي، ساعد الفارق وخذا الشوط نتاعه. المباراة مفتوحة، صعب التكهن. نقول أنا الرصيد البشري للفريقين يخول المدرب هذا والمدرب هذايا باش يغير وجه المباراة. وانطلاق اذا الشوط الثاني والهجمه للترجي، كمال العلويني ضيع ترجع الكره في هجوم مكرم الميساوي، طلع هجوم معكس سريع للنادي الافريقي. يمين بنور محاوله للتصويب ويربح 9 امتار، فما استبعاد بدقيقتين المحمودي يبدو لي. فعلا انيس او العلويني، لا انيس المحمودي حوار مع الحكم، لكن انيس المحمودي تم استبعاده. ثاني انيس المحمودي ثاني يلزم يرد باله، لانه نعرفه في القانون عنده ثالث استبعاد، يعني ورقه حمراء يغادر المباراه. نتابعوا الهجمه هذه للنادي الافريقي اللي اكيد باش يحاول يستغل النقص العدد. يمين بنور وينجح، تسديده ممتازه بالدفاع من البعيد. من بنور ثالث هدف لهذا اللاعب، شوفوا من البعيد تحضير والتصويب من البعيد. اذا 13-11 ونتابعوا الهجوم هذا للترجي. نذكروا الترجي منقوص من لاعب بعد خروج انيس المحمودي. يخرج يوسف بن علي، يرجع طبعا في مركز الدائره يطلب الكرة. أيمن حماد فوق الدفاع، وراء الجزيري. ينبه الحكم على مكرم سلامة، كان في حوار مع الجزيري. طبعا يقول الهجمة تنفذ من مكانها. بن علي الجزيري، شوفوا الدفاع الافريقي التقدم، شوفوا 3 لاعبين امام ايمن حماد اللي رغم ذلك يصر على اخذ الكره. مقطوعه من يوسف بن علي، كانت ذكيه العوده للدفاع من يوسف بن علي، ويطلب طبعا التريث خروج الجزيري. العلويني يسترجع مكانه، مازال 5 لاعبين يلعب الترجي. أيمن حماد، طبعا التشجيع من جماهير الترجي. مباراة يصعب أكيد التكهن بنتيجتها. العلويني الجزيري الدخول 9 امتار فماش دخول بقوة مع أسامة حسني. 6 ضد 6 إذا اكتمال نصاب الترجي. أيمن حماد الجزيري العلويني
جزيري فوق الدفاع يسجل. فما التحام بين اللاعبين، حوار الجزيري وأسامة حسني. خالد حاج يوسف ضده، الحكم يقول غير راضي لكن يلزمه يرجع اكيد. أسامة حسني، امين بنور، يا فما استبعاد بدقيقتين. لقطة عنيفة، لقطة واضحة جدا من شفيق بوقديدة، لقطة عنيفة على يمين بنور. تو نشاهدوا الإعادة نشوفوا لقطة عنيفة على يمين بنور. طبعا شفيق بوقديدة يتم استبعاده بدقيقتين، لكن على كل ان شاء الله اكثر روح رياضيه في المباراه. احنا نحبوا الفيس هذه المباراه تكون الفير بلاي. ويمين بنور يحاول ويربح 9 امتار. طبعا غير راضي بنك بودلي الافريقي على اللقطه الاخيره، لكن الحكم طبعا كان قريب ويعطي العقوبه المناسبه، استبعاد بدقيقتين. محمد اللاسوس يمين بنور على الثبات وينجح اذا في مباغته مروان مجاز 13-12. الترجي الرياضي التونسي في الاربع دقائق هذوما خرج مرتين في دقيقتين، استغل النادي الافريقي الخروج هذا وسجل 2 اهداف. الترجي الرياضي التونسي بالنسبه للهجوم نتاعهم مازال ما سجلش ما دخلش المباراه. يظهر لي نفس السيناريو الشوط الاول تقريبا تكرر. صحيح. كمال العلويني وسام الجزيري، الجزيري يخرج يوسف بن علي للمساندة. مازال الدفاع متقدم للإفريقي، الضغط على حامل الكرة. نشوفوا العلويني بصعوبة، جزيري علويني محاولة المراوغة. أيمن حماد حوار مع أسامة حسني واستماتة من الدفاع. يعني أيمن حماد على الأقل زوز لاعبين يقدموا عليه كل ما تكون عنده الكرة. بن علي حماد ربما المباغتة وجانبية كرة أيمن حماد حب يباغت على الثبات. خالد حاج يوسف كرة سريعة، خالد حاج يوسف سوسي تكمل على حمزة المهذبي وينجح حمزة المهذبي من الجناح يدخل في الشوط الثاني، ما ريناش في الشوط الأول، وينجح المهذبي إذن في تذليل أو في التعديل. 13-13. أكيد نتفاعلوا مع كل هدف سواء للترجي أو للإفريقي، كل هدف جميل نعلقوا عليه بطريقة أجمل. هذاك علاش تحسوا التفاعل من كرات للإفريقي وللترجي. 13-13 يتم في 5 دقائق. فسخوا عود من جديد مباراة. قلنا غالبا الإفريقي والترجي بتتلعب في الدقائق الأخيرة. الفريق اللي باش يكون أكثر تركيز، أكثر حضور ذهني. أسامة الجزيري طيبة الاستماتة من مروان مجاز ومكرم المساوي عفوا. أكيد باش تظهر كذلك قيمة حراس المرمى والدفاع، طبعا هو اللي باش يحسم الأمر. أيمن حماد العلويني ورأي الحماد يوسف بن علي. وشكون الاستبعاد بدقيقتين يبدو لي أسامة شكون؟ لا تنشوفوا الاستبعاد. السوسي محمد السوسي. يخرج مكرم سلامة، يدخل الجيلاني معرف. 5 ضد 6 باش يلعب النادي أو الترجي الرياضي التونسي. الفريق إذن منقوص من لاعب بعد خروج السوسي، وتنتبعوا الهجمة هذه لتفوق عددي للترجي. جزيري العلويني أيمن حماد للترجي الحكم يقول في حوار مع أسامة حسني. أيمن حماد فوق الدفاع وينجح إذن أيمن حماد في تسجيل الهدف 14-13. أول هدف بعد مرور 6 دقائق تقريبا. الترجي الرياضي عانى بالخروج دقيقتين، استغلوا النادي الافريقي وسجل 3 اهداف. اول خروج دقيقتين بالنسبه للنادي الافريقي استغلوا الترجي ورجع في النتيجه 14-13. ايمن حماد، خالد
خالد الحاج يوسف. أمين بنور، حاج يوسف، حمزة المهذبي يخرج للمساندة، أسامة حسني يدخل كلاعب دائرة ثانية مع حمزة المهذبي. أمين بنور، خالد حاج يوسف ياخذ الكرة مع زوز مدافعين ويربح 9 أمتار. 9 أمتار طبعا تتلعب من مكانها، ينبه على اللاعبين اللي يوخروا الأمتار القانونية. حمزة المهذبي، أسامة حسني في محاولة للمراوغة ممتازة لكن ماشي بالكرة، فان دو باس ويدخل مراوغة يفتح الزاوية ويسجل، لكن فما ماشي بالكرة، لكن كان جميل اللقطة، صعيب عملوه. العلويني يبحث عن المساندة من حماد في موقع مناسب جدا للتصويب، ممتازة التمريرة حاسمة من العلويني وبذكاء يستغلها. شوفوا التمريرة من العلويني وبكل ذكاء يدخل في الثغرة ويسجل إذن أيمن حماد، ممتازة. لعب أكثر جماعي في صفوف الترجي من الفرق الاثنين لقاو حلول هجومية كي الفريق المنافس يكون ناقص لاعب، سواء الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي. النادي الافريقي سجل 3 أهداف على الترجي، كان خرج مرتين في دقيقتين. نفس الشيء بالنسبه للترجي، سجل 2 هدفين على النادي الافريقي وقتها كان ناقص. خالد حاج يوسف يبحث عن المساندة، بنور، خالد حاج يوسف مقطوع الكرة لكن ترجع 9 أمتار للافريقي. أو أمامنا اللقطة خالد حاج يوسف حوار مع يوسف بن علي، لكن في الأخير ياخو كورته. إصابة يوسف بن علي يبدو لي في اللقطة الأخيرة كانت مع خالد الحاج يوسف، إن شاء الله أكيد يقوم لاباس. هاي اللقطة متاع الاصطدام، كان اصطدام عفوي في الحقيقة بين زوز لاعبين. يقوم لاباس يوسف بن علي. نفسروا لنا بالنسبه للقطه هذه القانون الدولي بالنسبه للحكام، لما لاعب يصير له اصابه او يدخل طبيب الفريق يبقى 3 هجمات ما يشاركش مع فريقه. فعلا 15-13 اذا بعد خروج يوسف بن علي اثر الاصابه. امين بنور ما زالت في حوزته الكره. أسامة حسني في محاولة فردية يتصدى مجايز. برشا خروج دقيقتين سواء الترجي ولا النادي الافريقي. المزوغي في خروج استبعاد بدقيقتين. بلال العبدلي تقطع لاعب بكل صراحة. ثم عملية مسك من القميص، تنشاهدوا الإعادة. مسك من الخلف كانت من القميص، الحكم كان قريب يتفطن العبدلي. استبعاد مرة إذن الترجي منقوص. محمد السوسي ضايع الكرة، ضايع كرة السوسي. تبقى النتيجة على حالة 15-13، أسبقية دائما للترجي. أيمن حماد، علويني، محمودي، علويني، عملية تقاطع أيمن حماد فوق الدفاع، يبحث عن المساندة، يربح 9 أمتار. أمامنا الإعادة، جيلاني معرف محاصرة لصيقة لأيمن حماد، بصعوبة قاعد يلقى في الحلول خاصة في التصويب من البعيد. العلويني أيمن حماد، حتى فرصة باش يكون طليق أيمن حماد كل ما تكون عنده الكرة. حكم يقول تتلعب من مكانها الكرة. ترجي بالخبرة بتاعه قاعد يشد الكرة في الهجوم، قاعد يستهلك في الوقت، قاعد يربح في الوقت، خاصة اللاعب حماد. ونشوفوا هنا ديما الحلول من الجهة اليمنى اللي فيها حماد. أيمن حماد ضايع الكرة من البعيد، حب يباغت ربما لكن ضايع كورته. تبقى النتيجة على حالة 15-13.
وهجمة سريعة. حمزة المهذبي تخرج الكرة، تخرج خرجت كرة حمزة المهذبي، يلعبها من مكانها طبعا ماجيز. حمدي عيسى يدخل كلاعب الدائرة. أيمن حماد، يعني نفس الشيء النادي الافريقي غير الدفاع نتاعه ولا 5-1 على كمال عليم. أنيس المدرب محمودي. شوط أيمن اول حماد حاول الدفاع هذايا وخذا كورتين، خلينا نشوفوه تصور الدفاع هذايا. فما استبعاد بدقيقتين لأسامة حسني، يبدو لي ثالث. 5-1 تلقى مساحات بالنسبه لدفاع النادي الافريقي، واللي استغلوا ترجي الرياضي التونسي بعمل ممتاز بالمحمودي. خروج تكتيك واضحة اللقطة، عملية الدفع. والافريقي اذا مرة أخرى منقوص من اللاعب محمد علي بحر في تنفيذ 7 أمتار. شفيق بوقديدة ينجح إذا 16 فنية ممتازة 13. 3 أهداف فارق دائما للترجي. حاليا قلنا الافريقي منقوص بعد خروج أسامة حسني، دخول ياسين بوتفاحة لأول مرة في المباراة. لاعب منتخب الأوسط، لاعب صاعد، لاعب ممتاز، اختيار ممتاز من المدرب. أنا نحسه اليوم السوسي مش في نهاره بالنسبة للمباراة هذه، تحسه ذهنيا يعني مش خارج المباراة، دونك لازم مش يحاول باش يعطي حلول مع اللاعب الممكن ياسين بوتفاحة. محاولة المباغتة من أيمن حماد، مقطوعة الكرة، ترجع هجوم للترجي. دخول البوغانمي في مركز الجناح. العلويني، حماد علويني مرة أخرى الحماد، فما دفع ويبدو فما دخول بقوة من أيمن حماد. على كل ضايع علي العديد من الأخطاء الفنية بصراحة الفريقين في المستوى هذا، في مستوى كما نقولوا إمكانيات لاعبين النادي الإفريقي ومستوى إمكانيات الترجي الرياضي، العديد من الأخطاء الفنية اللي ما تلزمش تصير في المستوى هذا. حمزة المهذبي مجدوب، ياسين بوتفاحة فما ماشي بالكرة ملعوبة بسرعة لعلويني. حمدي عيسى ربما يختار باش يريف التحرك نتاع بوتفاحة. دخول نضال العمري شفنا النادي الافريقي هجوم الترجي كما الشوط الاول كما الشوط الثاني، دخل بقوة من الاول، سجل هدفين 3 أهداف، بعد رجع الترجي وحاول الترجي ومسك بالزمام الامور واخذ فرق 3 أهداف. دخول نضال العمري في الهجوم، اكثر حلول بصراحه للترجي. اكيد الفرشار فيزيك حاول المباغته العمري. لو تحب تفرض نسق على الفريق المنافس لازمك اليوم تستعمل البنك نتاعك، تستعمل الاسلحه نتاعك، خاصه كي تلقى لاعبين تقريبا في نفس المستوى في نفس المركز. عبد الحق بن صالح ما زالت المحاوله، ضغط من الدفاع باش يجبروا على اللعب السلبي. دفاع استماتة كبيرة في دفاع الترجي، أكثر حلول قاعد يلقى فيها. قاعدين يركزوا برشا بالنسبة للنادي الافريقي، قاعدين يركزوا على الجهة اليمنى وين فيها بالنور، الجهة اليسرى مش قاعدة تخدم كما يلزم. شفنا يعني شوط والشوط الثاني ربع ساعة فما كان تسديدة واحدة من الجناح الجهة اليسرى. ياسين بوتفاحة إذا أول هدف لي من اللاعبين المميزين كذلك في الصفوف الافريقي باللاعبين الشبان، وينجح تماما في المباغتة ويسجل إذا الهدف 14-16. إذا الفارق 2 أهداف. مباراة قد تحسم نتيجتها في الثواني الأخيرة. العلويني في محاولة يربح 9 أمتار، 9 أمتار للترجي.
مرة أخرى العبد اللي تم أنيس المحمودي العبد اللي تمريرة ممتازة، ممتازة، هجمة جميلة من المحمودي وهجمة ممتازة بكل صراحة. هنا نحكيو على الحلول، نحكيو على خبرة الترجي بكل صراحة، يعني حتى على مستوى دكة البدلاء كيفاش اليوم المدرب ما يلقاش صعوبة لما لاعب ما يمشيش عكس النادي الافريقي. اللاعبين نتاعو خاصة اللي على البنك لاعبين شبان. صحيح النادي الافريقي عنده امكانيات ممتازة، اما بكل صراحة يعني تحس ان الفريق كامل مش في المباراة كما يلزم. استئناف اللعب إذن بعد وقت مستقطع كان طلبه مدرب الافريقي المسعودي بعد 3 أهداف فارق، أسبقية للترجي الرياضي التونسي على النادي الافريقي. حبيت نذكر فقط وانه الى حد الان في الشوط الاول في انغولا المنتخب التونسي منتصر على المنتخب الجزائري. هذا بالنسبه للفتيات 14 مقابل 11 او 14-9 عفوا 14-9 نهايه الشوط. ان شاء الله تكمل المباراه بانتصار منتخبنا الوطني على المنتخب الجزائري ويحقق 3 انتصارات في المرحله الاولى. 17-14 نرجع المباراة. إذا دائما الأسبقية للترجي على ضيفه النادي الإفريقي. 17-14 والمحاولة الأخيرة من عبد الحق بن صالح. عبد الحق بن صالح وسام حسني محاولة المراوغة وينجح كالعادة. النادي الإفريقي لو حب يرجع في النتيجة لازم يلعب دفاع لعب كلاسيكي على بنور وعلى وسام حسني. حلول كبيرة بالنسبة للهجوم منظم. وسام حسني إذا ينجح في تذليل الفارق 17-15. أنيس المحمودي ينجح أنيس المحمودي إذا في ترفيع الفارق 18-15. البشري يعني حماد خذا قسط كبير، خذا عليه الظهير الايمن الثاني. نفس الشيء بالنسبه لكمال العلويني، تبديل وحل بالنسبه لبلاد العلويني. فما حلول بالنسبه للبنك الترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صالح يبعد عن المساندة بوتفاحة. وسام حسني عمل ممتاز بكل صراحة، 7 أمتار ويبدو لي استبعاد بدقيقتين. تو نشوفوا نشكون نقول وانا اللاعب الوحيد في الدفاع والهجوم الحاضر كما يلزم في المباراة هذه بالنسبة للنادي الافريقي. بلال العبدلي اذا يتم استبعاده 2 دقائق بعد اللقطة الأخيرة. نشوفوا عملية دفع لأسامة حسني ليربح 7 أمتار ومين بنور في التنفيذ. ينجح إذا مين بنور في تذليل الفارق 18-16. أول 7 أمتار يسجلها إذا أمين بنور. 18-16 دائما الأسبقية للترجي. بدينا نقتربوا من نهاية المباراة. 13 دقيقة على نهاية المباراة. 18-16 أكيد عديد العوامل الأهم اللياقة البدنية باش تدخل في 13 دقيقة الأخيرة. شوفوا محاصرة لصيقة من حمزة المهذبي على بلال العلويني. 1-5 الدفاع. الضغط على حامل الكرة نضال العمري. محمد علي بحر عامري. أنيس المحمودي
يدخل البوغانمي كلاعب دايره يطلب الكره. انيس المحمودي مازال في حوزه الكره، ما توصلش الكره للعلويني في مركز الجناح، يخرج العلويني. المحمودي في محاوله للمباغته، وانيس المحمودي يربح 9 امتار. تايم اوت الترجي. وقت مستقطع يطلب اذن المدرب الفرنسي مدرب الترجي الرياضي التونسي. طبعا تستناو معانا استئناف اللاعب. طبعا مشاهد ما نحبوش نشوفوها خاصة فوق الميدان من اللاعبين. فما تجاوزات قاعدة تصير من جمهور المتواجد في المدارج، فما رمي قارورات الماء، تشنجوا لاعبي الافريقي، لكن بين لاعبي الترجي والافريقي ما نحبوش التشنج. بعد جمعتين باش تلعبوا في المنتخب الوطني، باش تتقابلوا اكثر من مره في البطولات الوطنيه، اكيد تهدى الاعصاب وتستأنف المباراه. وفعلا اذا باش يتم استئناف المباراة. نلعبوا في الدقيقة 18. دقيقة ما زالت على نهاية المباراة. طبعا العقوبة إذا كان الجمهور يقوم بالتجاوز هذا اللي يصير الألفاظ غير لائقة، القانون واضح، يتم استبعاد لاعب لمدة دقيقتين. هذاك علاش شفتوا منذ حين مسؤولي الترجي كذلك لاعبي الترجي، شفنا المحمودي شفنا العلويني قاعدين يخاطبوا من البعيد إذا صحت العبارة في جمهور الترجي اللي يلزموا يتحلى بالأخلاق الرياضية. الرياضي التونسي خذا تايم اوت بالنسبه للمدرب، كان باش يعدل بعض حاجات اللي مش ماشيه بالنسبه للهجوم والدفاع، يلقى روحه هنا لاعب هو ناقص 5، يلقى روحه مره ثانيه استبعاد بالنسبه للجمهور، يلقى روحه طول الفريق نتاعو يلعب ب4 لاعبين. الخروج هذا نتاع محمد علي بحر، الخروج هذا فقط مش ارتكب هفوه وانما لانه الجمهور تلفظ بالفاظ غير لائقه. هذاك علاش قاعدين تشاهدوا حاليا الترجي قاعد يلعب 4 لاعبين امام 6، والهجمه نتبعوا هذه ب4 لاعبين للترجي. انيس المحمودي، دخول طارق جلوز، خرج الحارس ودخل لاعب باش يلعب 5 ومن بعيد انيس المحمودي يخرج بسرعه اكيد طارق جلوز باش يدخل مروان مجايز قبل ما تتلعب الهجمه. خالد حاج يوسف، عبد الحق بن صالح، مكرم سلامه،
ممتاز مقايس صدى مقايس. شوفوا قيمه حارس المرمى، هذه هامه كانت ترجع النادي الافريقي على الهدف، والترجي الرياضي ناقص ممكن يعني يكون سيناريو اخر بالنسبه للمباراه ويرجع النادي الافريقي في المباراه هذه. قيمة حراس المرمى طبعا في الفرق الكبيرة، حارس المرمى أكثر من 50% من الفريق في كرة اليد. على كل محاصرة مرة أخرى من حمزة المهذبي على كمال العلويني، وقيمة كمال العلويني في كمنسق للفريق. دخول إذن 6 ضد 6 بعد اكتمال دخول على كل 18 16. مرجع على عالية كرة تمين بنور فوق المرمى 18 16. أيمن حماد، أنيس المحمودي خروج للمساندة من يوسف بن علي. أنيس المحمودي ورائية العلويني مرة أخرى. المحمودي حماد يطلب في الكرة، يتحصل على الكرة هذه رغم خروجها لكن يربح 9 أمتار. الترجي الرياضي التونسي كمل باش يلعب 6. النادي الافريقي ما استغلش خروج الترجي ب2 لاعبين يلعبوا ب4 لاعبين. نتصور كانت عنده فرصة كبيرة باش يرجع في المباراة. على كل حال النتيجة تو لصالح الترجي، مازالوا 10 دقائق. شنو نجم يصير؟ فعلا تعب ب4 ولعب ب5 الافريقي. ممتازة اللقطة لكن ضايعة الكرة، وفي الأخير كرة يوسف بن علي إذا تتسجل. شوفوا اللقطة ما كملتش في أول مرة، يتصدى مكرم الميساوي لكن كرة بن علي تتسجل. 3 أهداف فارق 19 16. مقطوعة الكرة كمال العلويني بمفرده معاه بن علي، وينجح في تسجيل الهدف الثاني على التوالي يوسف بن علي. 20 16. تتلعب بسرعة طبعا لأنه النادي الأفريقي مطالب بالعودة. عديد من الأخطاء الفنية بالنسبة للنادي الأفريقي، تسرع كبير بصراحة بالنسبة للهجوم. شوفوا خبرة العلويني يختار باش يريض اللعب، خاصة الفريق عنده لاعبين يدخلوا دفاعا وهجوما. سنوات يلعبوا مع بعضهم بالنسبة للترجي الرياضي، بالرغم ان فما 7 8 لاعبين خرجوا من الرصيد البشري نتاعو، لكن ركائز الفريق موجودة وعندها سنوات وعندهم خبرة يعني. لاعبين لعبوا في المنتخب، لاعبين عديد الدربيات. النادي الافريقي تحسه ذهنيا بصراحة مش في المباراة كما يلزم. أخي مباراة سمع عداها يعني بالنسبة لمرحلة الذهاب. على كل حال مازالت المباراة تقريبا 8 دقائق. ممكن يرجع النادي الافريقي لو يستغل الاخطاء اللي قاعد ينفوها الترجي. حتى الترجي شوفوا لهنا، شوفوا مقطوعة الكرة يوسف بن علي مع محمد علي بحر وجه لوجه وينجح. 21 16. 5 أهداف فارق تصبح النتيجة. ما زالت المباراة أكيد 8 دقائق لكن الإفريقي صعب على روحه المباراة، وهو الوقت المستقطع يطلبه المسعودي. إذا الدقيقة وقت مستقطع اللي طلبها النادي الإفريقي، صعب على نفسه المهمة. 5 أهداف فارق. وحاليا إذا المنتخب النادي عفوا قلت المنتخب التونسي في الشوط الأول بالنسبة لي كأس إفريقيا متقدم المنتخب التونسي على المنتخب الجزائري.
حاليا 51 دقيقة 13 أو 17 23 أسبقية دائما المنتخب التونسي قبل 9 دقائق على نهاية المباراة اللي قلت إن شاء الله تنتهي بانتصار فتياتنا اللي متواجدات في أنغولا للدفاع على حظوظنا في 2014 كنا فزنا باللقب الافريقي. خليناكم شويه لانغولا نرجع لقصر الرياضه بالمنزه 22 دقيقه 57 ثانيه او 23 دقيقه بالتحديد 21 16 دائما 5 اهداف فارق للترجي اللي عرف كيفاش يعمل المنعرج في المباراه خاصه بفضل التركيز والتركيز اخطاء فنيه كبرى. اما النادي الافريقي بكل صراحه اخطاء بالجمله يعني في كل هجوم عنده تقريبا 7 دقائق ما سجلش هدف مش قاعد ياكل حلول قاعد يلوج في حلول فرديه وهذا هدف ممتاز من بوغان نشوفوا التنويع من جناح عمليه فنيه ممتازه عمل هجومي ممتاز خاصه الهجمه سيمونير تو كان نحسبوا فما 5 تمريرات يعني الافريقي غالبا زوز 3 تمريرات ويحاول يسجل لكن هنا نشوفوا الدور الكره الهجمات نتاعو اللاعبين نتاعو فما حلول مع مستوى الدائره حلول بالنسبه للسواعد فما حلول من اجنحه. النادي الافريقي تحس بعض اللاعبين يلعبوا في عمل فردي يعني خاصه من الجهه اليمنى يعني من جهه بنور واحد حلول فرديه ممكن تعطي وكله ممكن لا. هذه من المرات القلائل من جانب اللاعب الدائره حلول مع لاعب الدائره. لا حبيت سيمونير بالنسبه للنادي الافريقي يعني مركزه حتى في التمريرات يعني 3 تمريرات 4 يعني تنجم تعمل اكثر تمريرات تدور من الجناح للجناح اكيد تنجم تخلقها الثغره تاخذ وقت طويله واكيد هذا انا حسيته ارتبك وخاصه قاعد يتسرع باش يلحق بالنتيجه لانه صعب النتيجه على حاله يعني شوفوا 17 5 اهداف فارق يعني صعبت شويه المهمه قبل 5 دقائق. أيمن حميد العلويني يطلب في الكرة أنيس المحمودي فوق الدفاع وينجح في نفس القائم اللي موجود فيه مكرم المساوي في القائم الأول شوفوا لكن قوية الكرة شوفوا في اللونجل يعني في الزاوية حلول فردية بكل صراحة حلول فردية بالنسبة للهجوم على المستوى الذهني عمل النادي الافريقي يضيع كر وهنا بقى تقريبا قلنا احنا فترة طويلة ما سجلش اهداف واكيد اللاعب لما ما يلقاش حلول ذهنيا يتيح والتاثير النفسي عنده قيمه كبيره عليه حتى بالنسبه للدفاع حتى الحارس نتاعو اللي مقام مباراه تسمى ممتازه يعني ما عندوش دخل في الاهداف اللي قاعد تتسجل له لكن النادي الافريقي نقولوا احنا اجماليا دفاع وهجوم مشوا في المباراه مش موجود شوط ممتاز بالرغم من العمل الكبير اللي يقوم به بكل صراحه يعني نتبع في الكواليس ونتبع في النادي الافريقي عمل ممتاز يقوم به المدرب زهير بن مسعود صراحه على راس الفريق مدرب شاب مع اننا نشجعوه. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا الخبره نتاع اللاعبين نتاعو البنك مركز اكثر اليوم لقى حلول على جميع المستويات يعني خالد الحاج يوسف مع مروان مجاز ويربح 7 أمتار يبدو لي فماش حد شيء فما 7 أمتار فقط فماش عقوبة لأنه شفت حوار مع اللاعبين لكن فما عملية على كل 7 أمتار وورقة حمراء لا فما ورقة حمراء لنيس 3 دقيقتين ثالث مرة لأنه اللقطة الأخيرة ورقة 7 أمتار فما عقوبة باستبعاد بدقيقتين. أنيس المحمودي طبعا ثالث عقوبة يخرج ورقة حمراء 3 fois 2 minutes إذا ورقة حمراء هذا هو القانون يغادر طبعا المباراة قبل بالضبط 4 دقائق و60 ثانية. بنور في التنفيذ وينجح في تذليل الفارق 23-18. ترجي إذا منقوص من اللاعب شوفوا محصلة لصيقة من حمزة المهذبي على كمال العلويني خروج البوغانمي دخول الجزيري يوسف بن علي يسترجع مكانه حمد علي بحر أيمن حماد بحر يفتح الزاوية ويسجل يفتح الزاوية إذن وينجح محمد علي بحر شوفوا نسبة نجاح 75% 4 تصويبات 3 أهداف يفتح الزاوية ياخو راحته ويسجل إذن الهدف 24 6 أهداف فارق والإجابة تجي إذن سريعة وتذليل الفارق من مكرم سلامة
علي العلويني يبحث عن المساندة، يخرج يوسف بن علي للمساندة. يوسف بن علي، أيمن حماد يطلب الكرة لمحمد علي بحر. حماد معاه خالد حاج يوسف، يربح 9 أمتار. طبعا يوخر اللاعبين الأمتار القانونية. الجزيري حماد، ترجع الكرة طيبة من أمين بنور، وجه لوجه وينجح. 24-20 قبل 3 دقائق أو دقيقتين و30 ثانية. 57% نسبة نجاح على مستوى الدائرة من أمين بنور على إثر الهدف الأخير ليه. العلويني أيمن حماد. طبعا المواجهات المباشرة قلنا في مرحلة البلاي اوف، فما وقت مستقطع يطلب المدرب الترجي الرياضي التونسي إذا كان الترجي انتهى بالانتصار بعد انتصار هام في الأسبوع الفارط. 3 نقاط عنده مع النجم الساحلي، يكمل اليوم 3 نقاط مع النادي الإفريقي، في حين النادي الإفريقي فقط عنده 3 نقاط مواجهات مباشرة مع النجم الرياضي الساحلي. هذه في مرحلة البلاي اوف قلنا فما 12 فريق، 11 جولة ذهاب ثم 11 جولة إياب، ثم مرحلة البلاي اوف الأول حتى يصل للمركز الرابع، ثم من الخامس حتى للثامن هذوما بكأس الجامعة، ثم تفادي النزول للبلاي اوت من 9 ل 12. اكيد ترجي النجم الافريقي ما نسبقوش الاحداث، لكن غالبا ما يكونوا هذوما اللي في البلاي اوف، معاهم فريق رابع مبدئيا الى حد الان. الفريق الرابع هو جمعيه حاليا الافريقي، الترجي، الحمامات والنجم الساحلي، هذوما الاربعه في البطوله. لكن حبيت نقول لكم انه جديد في البطوله الموسم هذا في مرحله البلاي اوف هو كل فريق يدخل بالنقاط المواجهات المباشره. هذا ربما باش يعطي اكثر دفع او اكثر اهميه للجوله مرحله الذهاب والاياب. على كل مازالوا اقل من دقيقتين على نهايه المباراه. الترجي منتصر 24-20. العلويني أسامة البوغانمي يدخل كلاعب دائرة ثاني مع بن علي. الجزيري معاه خالد حاج يوسف. استماتة كالعادة الدفاع متقدم، مردود ممتاز قدمه خالد حاج يوسف في الدفاع مع أسامة حسني في اللاكس. تكمل الكرة على أسامة البوغانمي، يتصدى مكرم الميساوي لكن فما 7 أمتار. يصاب البوغانمي، إن شاء الله يقوم لاباس، فعلا يقوم لاباس. إذا لاعبنا الدولي أسامة البوغانمي. نذكر انه فما 2 مباريات وديه باش يلعبها المنتخب الوطني التونسي 12 و14 ديسمبر في صفاقس وفي جمال، باش تكون مع المنتخب المصري. هذا الكل يدخل في اطار تحضيرات منتخبنا الوطني لكاس او البطوله العالم فرنسا 2017 في منتصف جانفي، بالتوفيق لعناصرنا الوطنيه باش تبدا التحضيرات، وان شاء الله الكلنا مع المنتخب الوطني التونسي. ذاك علاش منذ حين قلت نحبوا كان المشاهد الاخلاقيه والرياضيه بين اللاعبين، لانه اليوم مع الترجي غدوه مع الافريقي، نهار 12 باش تكونوا مع المنتخب الوطني التونسي كلنا في دراب تونس. هذاك علاش المباراه اهم منتصر لازم يكون فيها هو الفير بلاي والروح الرياضيه. خالد حاج يوسف في اخر هجمه ربما للافريقي، خالد الحاج يوسف. نتيجة حسمت طبعا للترجي، مبروك الانتصار، حظ اوفر ان شاء الله للافريقي في قادم المباريات. خالد الحاج يوسف وجه لوجه مع مروان مجاز ويتصدى. لو نلخصوا الشوط الثاني انا نقول شوط اقصاءات، العديد من الاقصاءات سواء للترجي سواء النادي الافريقي. الترجي خرج اكثر، تقريبا 6 اقصاءات في الشوط هذايا. النتيجة وقتها كانت 18-16 بالنسبة للترجي الرياضي، والترجي يلعب ب4 والنادي الافريقي يلعب 6. ما استغلش النادي الافريقي النقص هذا باش يرجع النتيجة، وكان بصراحة برشا تسرع وبرشا اخطاء فردية في الهجوم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي سير المباراة نتاعو. اخر هدف من محمد علي بحر. بالنسبة للترجي هو قوة الافكتيف نتاعو، قوة الخبرة نتاعو بكل صراحة، تركيز كبير، حارس ممتاز كما مقيس. النادي الافريقي عدى مرحلة ذهاب ممتازة. بالنسبة للمباراة هذه بكل صراحة كان اخذها ولقى صعوبات كبيرة خاصة بالنسبة للهجوم، عديد فترات فراغ، اخطاء فنية كبيرة كلفته. مبروك للترجي الرياضي التونسي. نهاية المباراة إذن 25 مقابل 20. مبروك للترجي، حظ أوفر للنادي الإفريقي. تقعدوا معنا استجوابات فورية مع زميلي محمد علي بوزقرو إن شاء الله. طبعا
المباريات القادمة تكون أفضل. حبيت فقط نذكر بأنه مباراة المنتخب الوطني التونسي انتهت على نتيجة 27-20. مبروك للمنتخب التونسي انتصاره على المنتخب الجزائري في بطولة افريقيا الأمم أنغولا 2016. لميا محمد علي ليك الخط. شكرا يوسف بن علي. شكرا ليك لميا. بالفعل يا جنبي يوسف بن علي. يوسف، انتصار مهم في مباراة كنتم مركزين أكثر فيها وقمتوا فيها بأقل أغلاط من النادي الأفريقي. والله أول حاجة الحمد لله ظهر لي مجهود كبير، يعني 6 شهور تعدينا فترة خايبة بعد الكوب دافريك، لكن كملنا وصلنا خدمة. معناها شكر كبير للمسؤولين اللي عطاونا الثقة، المدرب، الملاعبية اللي يحاولوا يكملوا بنفس الكونسنتراسيون. اليوم فما امبروف ماتش، معناها ظهر لي ماتش كبير برشا. معناتها توسكي فيزيك تكنيك ما شاء الله، معناها ان بون ريتم ان بون نيفو. الحمد لله ان شاء الله ما نتغروش، مازال عندنا موسم كامل ان شاء الله، نحاولوا نقدموا مردود باهي يليق بالترجي الرياضي التونسي. شكرا خاص للجمهور الترجي. شكرا ليك يوسف. تفضل لميا في انتظار استجابات اخرى. فعلا اذا في انتظار بقيه الاستجابات مع لاعبي الترجي اللي قاعدوا نشاهد في لاعبي الافريقي غادروا الميدان بعد نهاية المباراة. نذكروا 26-20 هكا يولي فريق الترجي مع فريق النادي الافريقي في نفس الترتيب في المركز الاول. أسامة البوغانمي ليك الخط محمد علي. شكرا لميا. الى جنبي اسامه البوغاني. اسامه، انتصار مهم برشا بالنسبه لكم انتم في النقاط اللي باش تهزوا معاكم للبلاي اوف، المواجهات المباشره في مباراه عملتوا فيها اقل اغلاط من النادي الافريقي، كنتم مركزين اكثر من النادي الافريقي. الحمد لله اليوم ورينا بالكاشف، ورينا للاسبيرونس اون تري جراند ايكيب. استحقينا شويه وقت باش يولي اوتوماتيزم في الجروب. تعرف برشا جوارات جدد جاو، الاوتوماتيزم والتعب سيرتو بعد شامبيون دي موند كلوب، هذاك اللي خلانا نعملوا عثرات. لكن اليوم اكدنا اللي كونكيرون ديريكت نتاعنا كل احنا اوني او دسو. الحمد لله يا ربي. انتصار عن قناع، معناها انتصار مقنع. برشا كوره، برشا قلايب، برشا روح، عزيمه كبيره. وجوست امتي ميساج خاطر قبل الديربي برشا ناس قالوا الترجي التونسي باش تاكل كارتون اليوم. تصور برشا عباس عاود تريفز اللي قالته، وان شاء الله الترجي التونسي تشوفوهم خير القدام ان شاء الله. شكرا ليك اسامه. تفضل لميا. إذا الترتيب قلنا تولي النادي الإفريقي في المركز الأول 31 نقطة، يليه الترجي في المركز الثاني 30 نقطة، في انتظار طبعا بقية المباريات. أكيد في مباريات قادمة. المدرب الترجي الرياضي التونسي ليك الخط محمد علي. Coach, une victoire importante pour vous, une victoire amplement méritée. Oui, sur le vu du match, je pense qu'il n'y a rien à dire. On a été supérieur un petit peu dans tous les domaines. Je pense qu'on aurait pu faire la différence en fin de première mi-temps si on s'était pas un peu précipité. Mais il y avait tellement d'envie, il y avait tellement envie de bien faire et de réussir que forcément, il y a eu de la précipitation. Voilà, mais c'est un match abouti. On a été très solide en défense parce que je crois qu'on prend que 20 buts. Donc voilà, c'était un petit peu notre péché mignon jusque-là. En défense, on prenait ça un petit peu à la légère parce qu'on marquait beaucoup de buts. Voilà, on a resserré les rangs, on avait bien travaillé cette semaine. Donc je suis très satisfait maintenant des vacances. Merci coach. إذا لميا مدرب الترجي التونسي قال كنا مركزين أكثر من النادي الأفريقي، كنا أكثر رغبة في الانتصار من النادي الأفريقي رغم التسرع، تمكنا من الانتصار في المباراة وانتصار مهم برشا. وتفضل لميا. شكرا ليك. هكا إذا نجيو لنهاية المباراة. شكرا لكم، شكرا لكل الزملاء اللي أمنوا لكم هذا النقل. شكرا لك سي منير حسن على التحليل الفني للمباراة، مع تحيات محمد علي بوزقرو في الاستجوابات، لميا الذوادي في التعليق. كل الزملاء نشكركم الكل اللي أمنتوا هذا النقل. إلى اللقاء إن شاء الله بداية من الأسبوع بعد القادم مع مباريات المنتخب الوطني التونسي. نذكروا فما زوز مباريات إن شاء الله باش تكون معقولة على الوطنية الأولى. مباراة المنتخب التونسي في مرة أولى يوم 12 مع المنتخب المصري، ثم كذلك يوم 14 ديسمبر. إلى اللقاء مع تحيات الوطنية الأولى وكافة الزملاء. إلى اللقاء.